في الفيديو ده هنحضر مع بعض اسرع والذ خيار مخلل، وهيفضل مقرمش معانا لمده اكتر من 10 ايام بعد التخليل. يلا نبتدي. عندي 2 كيلو من الخيار البلدي اللي بيكون طبعا لامع وفريش، وبيكون حجمه من وسط لصغير. ببتدي ان انا اشيل الاطراف اللي من فوق ومن تحت، وطبعا لو في اي جزء فيه تالت ببتدي ان انا اشيل. بعد كده للتنكيه بستخدم اعواد الكرفس والنعناع، ببتدي ان انا احط منهم في البرطمان بتاعي مع الخيار المخلل. وبعد كده عندي محلول الملح، واللي بيكون فيه لكل لتر من الميه نص كوبايه من الخل وربع كوبايه من الملح، وببتدي ان انا اضيف معاهم ربع معلقه صغيره من الكركم او لون الزعفران بس للون. طبعا لو حابه ان انا الخيار بتاعي يكون سريع ببتدي ان انا اضيف عليه الميه وهي مغليه، لكن لو انا حابه ان هو يكون مش سريع او عادي ببتدي ان انا اضيف عليه الميه بعد ما بتبقى. واساسي هنا لازم ندوق المحلول ده بعد ما حطينا فيه الملح والخل وكل من النكهات بتاعتنا، علشان نتاكد ان هو مظبوط، وبيكون ملحه زياده شويه، يعني لازم يكون ملحه زياده شويه. بعد كده ببتدي ان انا ارص الخيار بتاعي في برطمانات متعقمه، وطبعا هنا لان المخلل سريع فضفتهم في برطمان. واختياري للتنكيه بضيف لكل برطمانات 3 فصوص من الثوم، او اختياري طبعا لو حابين تضيفوا كزبره ناشفه او فلفل اسود ناشف تقدروا تضيفوه. بعد كده ببتدي ان انا اقلب البرطمانات بتاعتي كده واقلبها وارفعها، ولغايه هنا بتكون عمليه التخليل الاساسيه انتهت. لكن انا كنت مستعجله جدا على المخلل ده، فابتديت ان انا احطه بعدها في ميه مغليه وسبتها لغايه ما الميه وصلت لدرجه الغليان. وبعد كده هتلاحظوا ان المخلل نفسه اخد لون التخليل ووصل لدرجه التخليل. سبته بس لمده ساعه ونص ولا حاجه لغايه ما اتخلل كويس، واتاكدت ان هو بعدها برد، وابتديت ان انا استخدمه. جربوه يا جماعه، وبيفضل مقرمش لمده اكتر من 10 ايام من التخليل. جربوه، قولوا لي رايكم فيه.